اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده معانا وصفه حلوه قوي. هنعمل مع بعض بودره الصوبيا نفسها. هنعمل مشروب الصوبيا بدايه من البودره اللي احنا بنشتريها من بره، هنعملها في البيت، وهنعمل مع بعض مشروب الصوبيا من المشروبات المهمه جدا في رمضان، وسهله جدا وبسيطه. يلا نعرف إيه الطريقه. انا محتاجه ايه لمقادير البودره بتاعه الصوبيا نفسها؟ احنا هنعمل البودره نفسها احنا، وهي طبعا بتتباع جاهز بره في المحلات، ولكن احنا نعملها في البيت ما فيهاش اي حاجه. حطيت عندي هنا نص كوبايه من السكر البودر، وحطيت كمان عندي نص كوبايه من جوز الهند. وجوز الهند يا جماعه يكون مطحون كويس جدا. كمان هحط عندي نص كوبايه من اللبن البودر، وطبعا انا علشان عاملاها صيامي فعامله لبن بودر صيامي، عاملاه لبن جوز الهند. كمان حطيت عندي هنا معلقتين من النشا، وحطيت كمان رشه من الفانيليا. ده بقى المكون ده ايه؟ هما طبعا بيحطوا عليها معلقتين من الكريم شانتيه، ولكن انا مش هحطه. ليه مش هحطه؟ لان الكريم شانتيه اللي كان موجود عندي وقتها كان فطاري. لو متوفر عندي كريم شانتيه نباتي فممكن تحطيه. انا بفضل ان الكريم شانتيه يكون كده على جنب بره البودره اللي انا بعملها كلها، بحيث ان انا لو حبيت اشربها في صيام او فطار ما فيش مشكله، تنفع الاتنين. ولو حبيت ان انا وقت ما احب اشربها وانا يعني في الفطار، ممكن ان انا ازود عليها معلقتين الكريم شانتيه دولت، او معلقه كريم شانتيه على الخليط اللي انا بعمله ساعتها، وبيبقى طعمه حلو جدا. وممكن كمان ان انا احط بقى لبن طبيعي بدل لبن، يعني بدل ما هنحط انا هحط حلل ميه، فممكن تستخدمي بقى في الفطاري تقدري تستخدمي لبن طبيعي، وتستخدمي كمان القشطه بتاعه اللبن. انا عبيت البودره كده عندي في البرطمان. طبعا المقادير اللي انا حطاها دي مقادير بسيطه جدا، يعني نص كوبايه نص كوبايه، فعملت لي نص البرطمان، وخدت جزء كمان عشان نعمل بيه المشروب بتاعنا. دول حوالي 5 معالق كده كبار، يعني كتري بقى عشان يبقى حلو كده وطعمه حلو. وحطيت عندي حوالي نص لتر من الميه، زي ما قلت لك تقدري تستخدمي بقى لبن، يعني حوالي كوبايتين، يعني كوبايتين من الميه تقدري تستخدمي. لو عايز تستخدمي ميه ولبن برضو ممكن. نضرب كل الحاجات دي مع بعضها كده كويس، ونزلي بقى عندك بخليط الصوبيا. عايزه اقول لك طعمه صدقوني ما تفرقهوش عن اللي بره. كل الحكايه بس اللي بيفرق فيه هو طعم اللبن، واحنا معوضينه طبعا بلبن جوز الهند الصيامي. بصوا كمان الرغاوي اللي بتبقى على الوش دي لازم احطها، يعني لازم تحطي الرغاوي دي، بتبقى موجودة في الخلاط كده، فبحطها على الوش. انا هوريكي حالا، هقرب لك الكاميرا خالص عشان تشوفي شكلها بيبقى عامل ازاي. بصوا في منتهى الجمال، يعني دي كده اساس عندي في الصوبيا. وهنقدمهم بالشكل دوت. وصفة سهلة جدا وبسيطة. عملنا المشروب بتاع الصوبيا بطريقة سهلة جدا في البيت. عملنا كمان البودرة بتاعة الصوبيا، لو عايزة تكتري بقى عن كده كتري وضعفي الكميات زي ما انتي عايزة. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، ولو ليكي اسئلة او تعليق اكتبيها لي على قناة نانا تشانل. باي باي.